سيادنا وماليا، سلام الله عليكم. فيديو جديد. كيبدا الفيلم بواحد الشاب هادئ بزاف وفي حاله ما عندوش مع الاختلاط بالناس، وسميتو نيت. وكنعرفوه بان نيت خدام نائب المدير ديال البنكه، وكيبان ديك الساعه بلحيته غاده بالمسطره وتقول، وكل حاجه محسوبه بالدقيقه والسكوند. وزيد عليها الفطور ديالو الغريب اللي هو عباره لواحد العصير ديال الفواكه وخضره. وغير كيوصل نيت الخدمه كيوقف حدا جيل، ماشي الجيل دوش، جيل مدير البنكه اللي كان كيحمس الموظفين وكيشجعهم قبل ما يبداو الخدمه. وفجاه حاد نيت كيتقلب، غير كتدخل واحد الموظفه اللي سميتها شيرين البنكه، وكيجلس نيت مركز غير مع عينيها وحركات يديها، وكيبان باللي حتى شيري معجبه بنيت ومركزه معاه. وهادشي كامل كيجعل نيت يحس براسو في واحد العالم اخر ومرفوع، ولكن كيرجع لوعيو دغيا باش حتى حد من صحابو في الخدمه ما يعيقش به. من بعد كنعرفوا بلي نيت انسان شهم وكيساعد الناس ودريويش، وهادشي اللي كنشوفو مع واحد كليان اللي سميتو ابريل، خاصه فاش نيت تحايل على قوانين البنك على قبله ودار مجهود باش يخلي ابريل يخلص ديونو غير بشويه عليه. من بعد ما كان غيتحجز ليه للمحل ديالو وتشتلت ليه لا فاميلا، موراها كيمشي نيت للبيفي باش يصاوب كاس القهوه لراسو، وفجاه كتجي شيري من وراه كطبطب ليه على ظهرو. تما نيت كيتخلع والقهوه السخونه كتكبلو على يديه. والغريب هو ان نيت ما بانت عليه حتى علامه ديال الحريق نهائيا، وبقى كيطمن في شيري باش ما تحسش بالذنب. شيري لاحظت بلي جلد يدو تحرق وحمار، وصحابو ليها راه كيتالم وكيتقصح، ولكن نيت كيضرق عليها وكيقول لها راه مزيان، ومشى في حاله للمكتب ديالو. تبعاتو شيري للمكتب باش طمأن عليه، وعرضت عليه يتغداو بجوج في المطعم. تما في المطعم شيري طلبات كيكه، اما نيت فاكتفى غير بميلك شيك فواكه. وهي كتاكل قالت ليه هاد الكيكه المذاق ديالها خيالي، وقررت تعطيه يذوق منها شويه، ولكن نيت رفض بالجهد، وهادشي خلى شيري تستغرب من ديك ردة الفعل ديالو. وفاش لقى راسو محاصر اعترف ليه بلي هو ماشي شخص طبيعي، وبلاصه ما تخاف منه شي جاها الفضول تعرف اكثر. نيت شرح ليها بلي عنده واحد المرض نادر، وهذا المرض كيخليه ما يحسش بالهلم نهائيا. والموضوع في الاول كيبان بحال شي ميزه، لدرجه الشيري قالت ليه بانه سوبر ستار، راك بطل خارق با. ولكن نيت فهم بلي هذه كارثه، حيت يقدر يتصاب باصابات اللي خطيره وهو ما حس بوالو، والمفروض علميا ما كانش يعيش لهاد السن. هادشي على حسب كلام الاطباء اللي شافوا حالته وهو مازال صغير. ولكن والديه حبسوه في الدار حتى ماتوا الله يرحمهم، وحطوا ليه روتين حياه معين هو اللي متبعو لحد الساعه. هنا شيري تفهمت الموقف واحترماته، ومع ذلك بانت ليها بلي هادشي ماشي سبب باش يرفض يذوق الكيكه. قال ليها بلي لا يقدر يقطع لسانه بلا ما يحس، ولكن شيري بقات ليه حتى ياكل، وقالت ليه بلي هي حداه، وإلا وقعت شي حاجه غادي تعتقو. غير كون هاني اخويا نيت، تضرب لي الكيكه معدة سخون. هنا نيت تردد، ولكن في الاخير زعم وجرب ياكل. بقى ياكل بحذر شديد وكيمضغ بشويه، وفجاه حس بواحد المذاق اللي واعر في فمه، وكان مستمتع بزاف، خصوصا في ديك اللحظه اللي شيري سولاتو واش مسالي يدوز معها العشيه اليوم. من بعد نيت رجع للدار وجلس قدام الكمبيوتر وبدا كيلعب اونلاين مع صاحبه روسكو، اللي تعرف عليه غير في اللعبه وعمرو شافو. وكل شينا عندنا داك النوع الصحاب اللي ما كتشوفوش. وبان باللي نيت كان حير بزاف بسبب العرض ديال شيري، ولكن روسكو شجعو وقال ليه هذه فرصه حبيبي ما تتعوضش، ونصحو باللي لازم يستغل هاد الموعد مع البنت اللي كان كيحلم بها ديما. واكد ليه باللي ما غيتوقع والو وعمرها ما غتوقع شي حاجه خايبه. نيت كان متوتر وخايف حيت ما بغاش يتحط في موقف محرج قدام شيري، ولكن لاحظ الافكار موراه، وفي الاخير مشى يسهر معاه في البار العياذ بالله. وتما شيري حلت قلبها وعودت نيت على الماضي ديالها، وقالت ليه باللي كانت يتيمه في دار الايتام وجات واحد العائله اللي تبناتها، وللاسف ديك العائله ما كانتش مزيانه وكانوا كلهم مجرمين. وغير كملت 18 عام خوات الدار، ومن تما قطعت علاقتها بهم بمره، ما بعاوداش سولات فيهم. في ديك اللحظه جا واحد من صحاب نيت القدام ديال المدرسه وبدا كيتمسخر عليه وبغى يطلع عليه قدام شيري باش يحقرو. نيت حشم ونض دخل الطواليت، وفاش خرج لقى صاحبو جالس بلاصتو وكيحاول يتقرب ليه من شيري مراتو. انت هادشي ود الصغار هادي. نيت تعصب فاش شافهم كيضحكوا ويقشبوا بصوت عالي وما حاشاوهاش ليه، ولكن شيري عرضت عليهم يتصالحوا وصافي، ولو الشيطان ونساو الماضي، وخلصت عليهم واحد المشروب. وفجاه زميل نيت بدا كيكحب وبان ليه الحريق وشكله كيضحك، والسبب هو ان المشروب كان عامر شطه اللي هي السودانيه حاره. ولكن نيت ما حس بوالو نهائيا، وبقى هو وشيري كيضحكوا عليه. تما نيت عجبو الذكاء ديال شيري،
وخرج معاها وهو فرحان بزاف. وكملوا السهرة عنده في الدار. والنهار التالي شيري مشات وخلات ليه رسالة بيديها. نيت غير شافها والضحكة ترسمات ليه على وجهه. فاش مشى للخدمة وجلس في المكتب ديالو بقى كيهضر مع شيري ديما، وكان كيقاد شي كلام رومانسي باش يقولوا ليها. حتى السيد زعاد وطاح على راسو با، وغير خدا القرار وناض باش يمشي عندها. دخلوا 3 ديال الرجال لابسين لباس بابا نويل البنكة. جيل قرب منهم باش يرحب بهم، ولكن فجأة جبدوا السلاح وضربوا القرطاس في السقف، والناس كاملة تلاحت الارض ومرعوبين. تحرك زعيم العصابة اللي سميتو سايمون وجا الرجيل حتى للباب ديال الخزنة. عتاش هاد الشابة الروينة ناضت وما قالواش مني تشوف بابا نويل عارفة غتبلبل. شويه هو يجي الرجيل جرو حتى لجهة الخزنة وكيأمرو باش يحلها، ولكن جا رفض وكيحاول يربح الوقت حتى تجي البوليس. صيامون تعصب هو يصفيها ليه، ومن بعد شد نيت هو يأمرو يحل الخزنة بما انه هو النائب ديال المدير. نيت استغرب كيفاش هاد المجرم عارف المنصب ديالو ومع ذلك رفض يحل ليه الخزنة. نيت كان في واحد الحالة ديال الصدمة، هو كيشوف جثة جيل قدام عويناته، وطبعا ما دار حتى ردة فعل فاش صيامون بدا كيضرب فيه. ولكن شيري ما قدرش تصبر وغوتت على صيامون باش يدلقوا، وهذا الشيء اللي كان باغي صيامون بالضبط. شد شيري وبدا كيضرب فيها حتى نيت استسلم وعطاه الرقم السري ديال الخزنه باش يحميها. وانت شوف لي الحب الحقيقي. هنا صيامون عطاه دقه قويه وسخف، وخدات العصابه الفلوس من الخزنه، ولكن تفاجئوا باللي البوليس وصلوا قدام البنكه. خداو شيري كراهينه وبزاو للبوليس يلوحوا سلاحهم. يا غتلوحوا سلاحكم يا هاد البنيه والله لا بقات عايشه، هذا هو الحل الوحيد اللي دير معنا. وفاش داروا هكاك بداو كيضربوا عليهم النار بلا تردد. في ديك اللحظه نيت رجع ليه الوعي وشاف العصابه وهما خاطفين شيري وهربوا بالطونوبيلات ديالهم. نيت عتق واحد من البوليس اللي كان كينزف، ومن بعد خدا سلاحه وركب في طوموبيل البوليس هو يتاكل على الله. وكيبدا يطارد العصابه باش يعتق شيري. وفي وسط المطارده الطوموبيلات ديال العصابه تفرقوا. نيت اختار وحده فيهم وتباع، وهو كيحسب لي باللي شيري كاينه تما لداخل. وقعت مطارده بينه وبين واحد من العصابه سميتو بين، ماشي بين تنسين، غير بين حرفيه. حتى دخل بين لواحد الزنقه مسدوده بصندوق ديال الزبل عزكم الله. نزل من الطوموبيل باش يحيد الصندوق ويخوي الطريق، وتفاجأ بنيت واقف وراه ومهددو بفردي. ومع ذلك بين ما تزعزعش وقدر يغلب نيت وياخذ ليه الفردي. هرب نيت ودخل الكوزينه ديال واحد المطعم كان تما قريب، وبقى كيقلب على اي حاجه يدافع بها على راسو، حتى لقى واحد المقله وضرب بها بين. الفردي طار من يد بين وطاح وسط المقرة ديال الزيت المغلي. بين تخلع فاش شاف نيت خشى يدوس الزيت طايب وجبد الفردي عادي بحال ما يحس بتوجع. وبحركه سريعه نيت عطاه دقه صحيحه وخرجت قرطاسه بالغلط طيحت بين الارض ومات في البلاصه. نيت فاق ولقى باللي ميساج في التليفون كاين. الميساج كان من عند صيامون كيقول ليه باللي وصلوا للمخبأ ومتسنيينه. نيت قلب على اي حاجه تبين ليه الهويه ديال بين باش يوصل لبلاصه العصابه ويلقى الحل ويعتق الصديقه ديالو. ولكن ما لقى غير واحد لوشم اللي هو تاتو دايرو بين في دراعو، صورو بالتليفون وركب في الطوموبيل. هو ما كاين غاش الطريق العطاويه باش يمشي يعتق صاحبته. صافي شد الطوموبيل ديال بين وزاد بها. عيط الروسكو وقال لي بلي صيفط ليه التصويره ديال واحد الوشم وطلب منه يعرف شكون اللي رسمه وفين جا. في هذا الوقت المحققه مينسي وصاحبها دوفي وصلوا للبنكه، وجا واحد من البوليس وقال لهم باللي شاك في نيت حيت هو اللي عطى الكود ديال الخزنه للعصابه، وزيد عليها سرق سلاح ديال ضابط وهرب بالطوموبيل البوليس. نيت مشى عند ابريل باش يعالج الجرح ديالو. ابريل غير شاف القرطاسه في دراع نيت هو يتخلع وكان باغي نيشان يعيط للطبيب، ولكن نيت خدا موس وجبد القرطاسه بلا ما يحس بوالو. ايريل واقف كيشوف فيه وغيسخف غير بالخلعه. نيت طلب منه يدق ليه شويه ديال الادرينالين باش ما يسخفش، وغير دقها ليه رجعت ليه الروح وقوته كامله رجعات ورجع بحال يلاه فايق. وعطى الابريل رزمه ديال الفلوس من ديك الشكاره اللي لقى في الطوموبيل ديال بين باش يخلص الكريديات ديالو وكمل نيت طريقه واتكل على الله. في ديك اللحظه روسكو صيفط ليه العنوان ديال السيد اللي دار الوشم وسميتو زيتو، وعطاه العنوان فين كاين. في نفس الوقت مينسي وصلت للجثه ديال بين وبدات كتشك في نيت واش بريء ولا معاهم كاين شي حاجه تما، وعكس هادوفي اللي كان باغي غير يشدو ويقبض عليه. ولكن مينسي قررت تعيط نيت هي الاولى. نيت تفاجئ قالت ليه باللي راه متهم بالسرقه.
قال ليها باللي كيدير هادشي كامل غير باش يعتق شيري حب حياته. ومينسي قالت ليه هادشي خدمتنا، وحط السلاح ونعرف الشيطان با ورجعت نعس. نيت رفض وقرر يكمل المهمة لراسو. سايمون وصاحبه أندريا وصلوا لواحد الكراج ديال تصليح الطوموبيلات، وعرفنا بلي أندريا وبين خوت وهذا الكراج ديالهم. أندريا كان طالع ليه الدم وخايف على خوه بين حيتاش تعطل. سايمون حاول يهدنو ولكن أندريا ما كانش حامل راسو وحس باللي خوه وقعت ليه شي مصيبة كحلة، وقرر يمشي للدار يقلب عليه. موراها سايمون اعتذر لشيري حيت ضربها، وهنا عرفنا بلي سايمون هو الخوادري ديال شيري بالتبني، هذا شي دروينه، وبلي شيري مشاركه معاهم من الدقه الاولى. ولكن شيري كانت معصبه حيت سايمون قتل مدير البنكه مع انه وعدها حتى واحد ما غيتقاس. ولكن سايمون مسح فيها الكابا وقال ليها بلي هي اللي فشلت تجر من نيت الكود ديال الخزنه. نيت وصل للمحل ديال الوشم وتلاقى مع زينو وراه التصويره ديال الوشم وقال ليه بغيت ندير بحالو. زينو عرف الوشم دغيا وانطق تسميه بين. نيت درسو صاحب بين من ايام العسكر، هي مات جنيد زعما والروينه وسلام سلاح. ولكن زينو شك فيه. نيت جبد عليه الفردي وطلب منه عنوان بين. زينو رفض وناط بيناتهم واحد المدابزه. زينو شد نيت وضربو مع المرايه وهو يشخشخ عليه وترى شخشخ ليه راسو. تشد الروينه كامله صاحبي، ترى والله ما كرهت الطاقه ديالو. انا نيت دار لقطه حمقى واستغل انه ما كيحس بالحريق وضرب يدو مع الزاج المهرس اللي في الارض. زينو تخلع وما بقاش فاهم والو. نيت هجم عليه وطاح لوجه. زينو تعور وبدا كينزف وبزاز عليه يقول ليه العنوان ديال الدار بين. ولكن نيت ما عرفش بلي الدار كلها فخاخ وكلها مرونه، غير حط رجلو في الدار غرزت ليه واحد الكره ديال الحديد عامره مسامر في ظهر. نيت حيدها وكمل طريقه. دخل الكوزينه وهو يتضرب بواحد السهم عاوتاني في رجلو. تشد الروينه كامله صح، والله ما كرهت الحمايه في الدار، وطبعا ما كيحس بوالو. ولكن رجلو بدات كتخونو في المشي وبدا كيعيا. خاصها والدبه قوراق ديال بين مكتوب فيها عنوان الكراج، وفهم بلي العصابه غالبا غادي تكون تما. صافي فرحان قرب يلقى الحب ديال حياته. ولكن فجأة واحد الحبل جرو من رجلو وهو يتعلق في السقف وهو يعيط لروسكو باش يعتقو. قبل ما يوصل روسكو دخل أندريا للدار وتفاجأ بنيت. نيت كذب عليه قال لي شوف انا غير شفار ودخلت بالغلط. ولكن أندريا ما داجش عليه وما تقش به. سايمون عيط لأندريا وقال ليه باللي بين مات الله يرحمه، والبوليس قالوا باللي قتلوا واحد رقيق ولابس كرافاطه. شيري فهمت باللي نيت هو اللي قتلو وخافت عليه. أندريا واجه نيت وقرر يعذبو باش ينتقم لخوه. والله لا داز عليك ودا نيت اليوم، والله حتى كيما خلا خونا غتبلبل ديال بصح. نيت بقى كيمثل انه كيتألم باش يربح شويه ديال الوقت، حتى جا روسكو وضرب أندريا راسو وهو يسخفو وهو يفنيه. نيت وروسكو فرحوا حيت تلاقاو اخيرا. صافي تجمعوا، ولكن أندريا فاق وضرب نيت، وروسكو فاش بغى يدافع عليه طاح حتى هو في الفخ وتضرب بمطرقه وهو يسخف. أندريا هجم على نيت باش يقتلو. نيت شد أندريا برجليه ودفع السام في راسو وهو يصفيه عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. روسكو فاق وداوى نيت. في هذا الوقت مينسي وصحابها حاصروا الدار. نيت خدم عقلو وبدل حوايجو مع روسكو. خرج روسكو والبوليس شدوا روسكو بطبيعة الحال ولفقوا ليه واحد التهمة اللي هي تضليل البوليس. انت سيد. ولكن روسكو كيقول لهم باللي غادي يساعدهم باش يوصلوا النيت وبلاصة العصابة، كونوا هانيين. وفي نفس الوقت سايمون كيوجد راسو باش ياخد شيري ويهربوا بالفلوس اللي معاهم باش يعيشوا بها، ولكن كيتصدم فاش شيري كترفض تمشي معاه. وتما جبد عليها الفردي وبدا كيهدد فيها. في ديك اللحظة نيت كيقتحم البلاصة وهو هاز سلاحو وكيامر سايمون باش يبعد على شيري. هنا سايمون بدا كيضحك باستهزاء حيت بالنسبة ليه نيت غير واحد درويش ونية وعايش دور البطل. وصدمو فاش قال ليه باللي شيري هي اختو بالتبني وكاع داكشي اللي عاشوه غير تمثيليه باش يدوخوه. شيري ما قدراتش تدافع على راسها حيت حست باللي فعلا بداو كيوليو عندها مشاعر حقيقيه تجاه نيت. نيت نهار وليا السيطر عليه وبدا كيتفكر كاع اللحظات الزوينه اللي دوزها معها. سايمون استغل الفرصه ضرب نيت وطيحو الارض
موراها وجه السلاح لشيري وكان غيصفيها ليها، ولكن دوفي بان في اخر لحظه وعطاه دقه للكرش. من بعد كنلقاو نيت هازينو فوق برانكار ومسدودين ليه يديه وغاديين بيه الاسعاف باش يديوه للسبيطار، ولكن سايمون كان مازال حي. غدر دوفي هو يقتلو ويصفيها ليه وضرب مينسي حتى هي بقرطاس لكرشها وهو يطيحها. وفاش شاف شيري كتحاول تهرب بدا كيضرب عليها النار، ولكن ما جاباش فيها. قتل صحاب الاسعاف وسرق الطوموبيل وهو يهرب بها مسخوط الوالدين. شيري جرات عند مينسي باش تاخذ منها السوارت وتتبع سايمون، ولكن مينسي صممت تمشي معاها واخا هي مجروحه وحالتها حاله. اما نيت فتفاجئ باللي سايمون هو اللي سايق لومبيلونس وقدر يفك راسو من المينوط بواحد السرعه خياليه. سايمون تسطى فاش عرف نيت معاه لداخل. تما نيت خدم دماغه، شد جهاز الصدمات الكهربائيه، دار وصل على جسمه هو ومد يدو وقاس سايمون بالوصله الاخرى وسعقو بالضوء. سايمون فقد السيطره وتقلبات بهم لومبيلونس. بجوج بيهم خرجوا من الطوموبيل ونط بيناتهم واحد الروينه وواحد المدابزه خايبه. فهاد الوقت شيري وصلت للمكان. مينسي ما قدراش تنزل، هاد الاصابه ديالها كانت صعيبه بزاف. عطاتها الفردي وقالت ليها صفيها لسايمون. شيري خدات السلاح وطلبت من روسكو يدي مينسي للسبيطار دغيا. سايمون بقى كيعجن في نيت حتى هرس ليه يدو، وقبل ما يقتلو شيري وصلت وعطاتو قرطاس للقتف، وبهاد الساعه تكون عاونت نيت. ومع ذلك سايمون هجم عليها وبدا كيضرب فيها بواحد العنف قدام نيت لقى قدامه شويه ديال الادرينالين، خدا الشوكه وهو يدقها في راسو، وفجاه حس بواحد الجهد اللي كبير. ناض ورجعت ليه قوته وهجم على سايمون وقتلو قبل ما يقتل شيري. نيت طاح اللط وسخف، فاق من بعد مده في السبيطار، لقى راسو كله مقبص، وروسكو كان حداه وكيقول ليه بلي هاد الشيء راه معجزه، حيت حضامو كاملين كانوا مدقدقين وكان بينو وبين الموت غير واحد الخويط الرقيق. وهما كيهضروا دخلات مينسي وقالت نيت باللي كانت عنده بزاف ديال التهم، ولكن القاضي خفف عليه الحكم ل6 شهور موقوفه التنفيذ، حيت عتق حياه البوليسي اللي كان كينزف في البنكه، وزيد عليها الشهاده ديالها هي والزميل ديالها باللي ساعدهم باش يشدوا ديك العصابه ويرونوها. وقالت ليه باللي شيري تحكم عليها بعامين ديال الحبس. دازت عام على هاد الشيء، نيت برا ورجعت ليه صحته كامله مكموله، ومشى يزور شيري في الحبس ودا معاه الكيكه اللي كتحماق عليها، حيت داك النهار كان عيد ميلادها واحتفل معاها وكلاو الكيكه بجوج وفي سعاده وكل شيء بخير وعلى خير. وعدا بلي غيتسناها حتى تخرج باش يتزوجوا. حتى راه حميده الستار هذا زياره سالات والحراس داو شيري الزنزاله ديالها. نيت خدا القمه من الكيكه وهو فرحان حيت حياته تبدلات في مره، وسال الفيلم وخلو معاكم فولو، وتحياتي لكم من عند بديله.